نفسي كل الناس يوصل لهم فكرة ان الغني مش هو اللي بيشتري كل حاجة، مش الغني هو اللي معاه فلوس بيروح يشتري بها اي حاجة تيجي قدامه. بالعكس، الغني هو المستغني، هو اللي مش عبد النيدز او عبد الرأسمالية يشوف اي حاجة معاه فلوس هيروح جري يشتريها، مع انه ممكن ما يكونش محتاجها او احتياج مش اولي، مش من اولويات الاحتياجات يعني. فلا، يعني نفسي الناس تعرف ان الغني هو المستغني. يعني مثلا انت ممكن تشوف شيء ممكن ما تكونش محتاجه وممكن تشتري تجيبه في البيت لمجرد ان انت اشتريته عشان تحس ان انت غني. او ماي جاد، انا معايا فلوس كتير قوي. فلا، الحكايه ما بتتحسبش بكده يعني. الغني بقى هو اللي بيقدر يهذب نفسه ويقدر يقومها، يكون معاه الفلوس وما يروحش يشتري الحاجه. بالعكس، ان هو يأدب نفسه، ان هو ما يبقاش عبد الرغبات وكل حاجه هتضل كده ليه. يعني انا مثلا معايا فلوس ورحت سوبر ماركت، في حاجات كتير قوي قوي، في حاجات شكلها عجبني قوي نفسي اشتريها، بس انا مش هشتريها عشان أأدب نفسي ان انا مش كل حاجه هتبقى متاحه بالنسبه لي او كل حاجه اشتريها، او على الاقل هشتري الحاجات الاولويه بس. بالعكس، الانسان من وقت لاخر محتاج الحاجات الاولويه ما يشتريهاش عشان يمسك نفسه كده ويهذبها ويقومها وتكون تحت ايده، ما يكونش الانسان بيلهث وراه اي حاجه في الحياه يعني. ده لان الخساره مش خساره ناس او خساره فلوس او خساره شركه او خساره منصب او خساره اي حاجه في الحياه. خساره النفس اصعب من كل دول. لما الانسان بيخسر نفسه خلاص هو ما عادش هيعمل حاجه، يلاقي نفسه مسخ. بالعكس، هتلاقي الحيوان له قيمه عنه. فمفيش اقيم عند الانسان من انسانيته.